السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سايديز كيتشن. النهاردة بقى هنعمل فطيرة مشلتتة مورقة وزي الفل. بجد في 5 دقايق هيكون عندنا أحلى فطيرة بدون فرد ولا عجن، وهتطلع بالتوريقة اللي احنا شايفينها دي. تعالوا معايا نشوف الوصفة. وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. في بداية وصفتي حضرت صينية مقاس 32، وكمان معايا بقى كوبايتين من الزبادي وعليهم نص كوباية سمنة أو زبدة زي ما تحب. وبعدين خليت بقى معلقتين على جنب عشان نبدأ إن احنا نشتغل بيهم على الصينية. وفي الخطوة دي هبدأ أقلب السمنة مع الزبادي كويس جدا عشان أحصل على القوام المناسب اللي هو الكريمي. وهحط بقى الخليط ده على جنب، وهاخد بقى ورقة من الجلاش تقريبا وزنها 400 جرام. تقدروا تستخدموا 500 جرام اللي هو نص كيلو، مفيش أي مشكلة. هنبدأ إن احنا نفرد الورق بتاعي، وكمان نحط عليه فوطة إذا الجو حر علشان بتبدأ إن هي تنشف بسرعة جدا. ودي بقى الصينية زي ما اتفقنا، صينية وسط. حطينا تقريبا معلقة من السمنة، وهبدأ بقى إن أنا أفردها بالفرشة بكل الجوانب علشان ما تلزقش خالص مني. والخطوة اللي بعد كده هبدأ إن أنا آخد ورقة من الجلاش وأحط نصها جوه الصينية والنص التاني على الطرف، وبعد كده أحط تاني ورقة على الناحية التانية. وبكده أنا سكنت الورقتين كويس جدا، وكمان من على أطراف الصينية. هبدأ إن أنا أحط الخليط بتاعي واحدة واحدة، تقريبا نص معلقة كده منه، وهدهنها بالفرشة اللي موجودة عندي. هغطي السطح كله وهبدأ في الورقة التانية، وما بين كل ورقة وورقة هحط شوية من الخليط ده. هيساعدني كتير علشان تكون الفطيرة معايا مورقة. وادي الورقة اللي أنا حطيت عليها الخليط بتنيها كده لجوه، وبكده هكون قسمت الورقة على نصين، وكمان دهنة خفيفة من الخليط. عايزة أقولكوا بقى إن بيبقى فيه ورق جوه الجلاش بيكون مكسر أو مقطع، هبدأ إن أنا أخده وأحطه في وسط الفطيرة، فمش هيكون باين تماما. وبعد كده ورقة بعد ورقة. وفي ناس كمان بتفضل إن هي تحط ربع معلقة من البيكنج باودر مع الزبادي والسمنة علشان تساعد على التوريق، ولكن أنا نوع الجلاش اللي بستخدمه كويس جدا فما كانش محتاج للبيكنج باودر. الزبادي والسمنة هيخلوها بجد من جوه كده طرية جدا، وهتساعدها على التوريق زي ما قلتلكم. وبكده قربت خلاص أخلص كل الطبقات اللي موجودة عندي وأخلص ورق الجلاش. وبكده حطيت آخر طبقة موجودة من الجلاش، وكانت كمية الخليط اللي احنا عملناه كانت مناسبة جدا على قد ورقة الجلاش اللي استخدمتها. وما تنسوش الصينية عندي كان مقاس وسط 32. وقفلت بقى كل ناحية على التانية بالطريقة دي. هنلاحظ شوية ان الجلاش بدأ ينشف علشان طبعا احنا في الصيف، فمفيش اي مشكلة نقدر ان احنا نجيب معلقة من السمنة ونحطها على وش الورقتين. حتى لو آخر ورقتين بدأوا ان هما ينشفوا معاكي مفيش اي مشكلة خالص، هيبدأوا ان هما لما يدخلوا الفرن كلها هتكون طرية ومورقة، ومش هتكون ناشفة، بالعكس هتكون مقرمشة جدا من بره. وبعد كده هحط الفطيرة بتاعتي في الفرن على درجة حرارة 180 بالظبط 8 دقايق على صاج الفرن مباشر، وكمان هقلبها على الناحية التانية 8 دقايق. وهحطها بعد كده تهدى وهغطيها بالسيرفيس، وهنبدأ بقى ان احنا نقلبها علشان نشوف الشكل النهائي بتاعها. يعني اقدر اقولكم ان انا سبتها بالظبط ربع ساعة متغطية بعد ما طلعت من الفرن، وهو ده شكلها الذهبي المثالي اللي احنا متعودين عليه في الفطير المشلتت. ازاي كده كريسبي من بره ومورقة جدا من جوه، ده هنشوفه لما نقطع الفطيرة بتاعتي ونشوف اول قطعة منها هتكون عاملة ازاي. ودي بقى قطعة الفطير. انا حبيت ان انا النهاردة اسمي الوصفة دي جلاش مشلتت، يعني واخد من الفطير المشلتت وكمان من الجلاش، ومحدش يتخيل ان الجلاش هيطلع لنا الروعة دي. تعالوا بقى ازاي نشوفها مورقة من جوه، معجبة جدا بشكلها وازاي طرية كده، وازاي ملمسها فطير فطير حرفيا، يعني بجد ما فيهوش ولا غلطة.
وفي 5 دقايق وبس، ومكونات سهلة وبسيطة. وحبيت برضه اقول لكم بالمناسبة انه انا ما حطيتش ولا سكر ولا ملح، لان بيكون ورق الجلاش مظبوط جدا، نقدر ناكله بقى مع العسل الاسود او الابيض وكمان مع الجبنة، فهيكون مناسب جدا ان احنا منحطش فيها اي اضافات. اتمنى يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وفي نهاية فيديو النهاردة أحب أقول لكم وحشتوني كتير، وأحب أشكر كل الناس اللي سألت عليا في فترة الغياب، وأعتذر طبعا جدا لأنها كانت لأسباب صحية، وأتمنى يا رب الخير والسلامة والصحة والعافية لكل الناس بإذن الله، فإن شاء الله ما يكونش فيه غياب تاني، وبجد بجد وحشتوني. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيدي's كيتشن. بالهنا والشفا، باي باي.